السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. غسلت سجاجيدك ولا لسه؟ هتقول أنا متضايقة من العيال. والله العيال ما بيذاكروش، العيال درجتهم ضايعة. يا ستي صلي ركعتين في نص الليل وربنا يهديهم لك، ده حتى مع قراءة سورة البقرة ده جميلة، بتوسع البيت وتوسع الصدر وتغير الحال من حال لأحسن حال، بس داوم عليها. ويعني وسر وأصر إن الله يحب العبد اللحوح. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لازم الواحد يستعين بربنا، هو اللي بيدينا الصحة. ولو كنت مريضة ربنا يشفى عنك وعن أولادك، يشفى عننا جميعا يا رب. هنا أنا عندي السجاجيد دي خفيفة، أنا ما بقولش السجاجيد التقيلة اللي نغسلها. السجاجيد التقيلة دي في المغسلة دلوقتي ما باخدوش مبالغ طايلة. ليه؟ لأن بيبقوا عندهم عصارة هناك، وفي غسالة بالكهرباء عصارة بالكهرباء، راجلين مع بعضهم بيعصروا السجادة، ما تخليهاش تكمكم أو ريحتها تبقى مش حلوة. دي تختار طبعا مغسله نظيفه. دلوقتي انت لو توديهم اقول لك تعالي بعد العيد، لا نغسل النضاف. والسجاجيد التقيله دي انا بخليها بوديها المغسله من قبليها، يعني بكون عامله حسابي. بس دول الحفظه السجاده اللي بحطهم قدام الباب، اللي بحطهم في البلكونه، دول انا اغسلهم على ايدي. بعمل ايه؟ بجيب صابون اللي هو البلدي ده يا جماعه، بغسل بحطه في الغسيل، في بلينه بميه سخنه، بس ابشره ولينه بميه سخنه زي ما كانت جدتنا تعمل، واحطه بقى مع الاريال والكرول، بينضف لي ويسلخ لي الدهون سلخ ويسلخ لي الطين سلخ. بس مو في مشكله ان انا وقت ما حطيته اشغل غسال مثلا، لو كانت هدوم، لو كان سجاجيد او بطاطين، وانا واقفه اضربهم بعصاي او ميه سخنه، وكنت حاطه ميه ياما كده بالسلخ واطلعه، عشان الدهون لو سبته هتلبد والطين هيلبد فيه. فانا بطلع واشطف على طول، فبياخدش معايا وقت. خلصت والله اخلص البانيو بتاعي او الطشت بتاعي واكب، يكون معايا اطفال، معايا حاجه او قطه تنزل فيه، حرام حرام الواحد يراعي ربنا. والله خير حافظ ويرحم الراحمين، وكل عام وانتم بخير.